أو زيق اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله آنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة واعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر أحدا علينا وأرضنا وارض عنا وباسمك الكافي اكفنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيك ورسولك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وهب لعبدك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك وخليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه ما أحببته واخترته ورضيته له في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر قبل الهبة وعند حصولها وبعد حصولها أبدا آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم واقض بسره حوائج جميع ثم تأهلي وعيالي يا سميع وكل من طلب مني الدعاء في حاجتي يا من يجيب من دعا وأسبلن علينا ربي عافية وهب لنا القصد في الدارين يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا واطرد لنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي صعب وذي حرن ويسرا كل ذي التعسير يا الله طول لنا عمرنا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله ودمرا كل أعداء تضر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن لنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلايا الدهر يا الله وكن معيذا لنا من شر ذي حسد مع شر فم وشر العين يا الله وشر سحر وشر الخلق إنسهم مع جنهم وذوات السم يا الله لي جملن ظاهري وباطني بطاهري يا ماحيا كبائري بجاهه ولمني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مهملة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم حمانا وتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير نعم مكان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا ناجلا ونجهم وعافهم والطف بهم
ولا تواخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يظهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك ها هنا ثم غدا لكنما تلذذ الجوارح أفضاهم لأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم هب الذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ خذ أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هادي الردى يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هادي الردى يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هادي الردى اللهم انصر من وليته أمرنا وجعلته خليفتنا الخليفة العام للطريقة المريدية اللهم احفظه فينا بما تحفظ به عبادك وأولياءك الصالحين وطول فينا بقاءه وامدده بالصحة والعافية ووفقه لما فيه مصلحة العباد والبلاد اللهم مكنه بقوتك وأيده بنصرك ووفر له جميع ما يكفي للقيام بمهمتك حتى يتمكن من إنجاز مشاريعه الخديمية والإسلامية اللهم انصر